بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بالحضور وتلبية الدعوة أولا، وثانيا نتشرف بترشح الأستاذ سامي عبد الوهاب ابن أثريب مننا. واللقاء ده يعني مش هنعرف سبع أبواب النهارده، احنا عارفينه، ولكن ممكن ولادنا الشباب الصغير دواعي الترشيح، احنا المقربين ولا الاهل لكن لازم المرشح يكون شخصيه عامه، فلازم يكون معروف على مستوى طبعا غير مستوى الاهل والاقارب. كانت فكره اللقاء ان احنا نبدا مرحله العرس الديمقراطي مع الانتخابات مجلس الشعب 2015، بان احنا نستفيد من الجو الجديد والسياق الجديد في المجتمع المصري، ونشارك ونتخلى عن سلبيتنا في ان احنا نتفرج دايما عن الناس تعمل لكن احنا ما نعملش، او الناس تشارك لكن احنا ما نشاركش. في يا باشا هنا لو عايز، في هنا برضه. اتفضل يا حاج احمد. هلا يا دكتور. على الباشا. زحمه ما تشاركش. عايزينك منك بعد من الشريك معاك. حاج احمد اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. فبداية مرة ثانية بنرحب بالحضور ونشكر على تلبية الدعوة. ثانيا بنعلن ان احنا بنساهم وبنشارك في ارساء فكرة المشاركة لينا ولابنائنا والاجيال الجديدة والشباب، انه يشارك، لانه الفعل ده هو اللي هيترتب عليه بعد كده ماكينة السياسة كلها بناء على